السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهاردة هنعمل طاجن الجمبري بطريقة سهلة. آه مش هقول مكلفة، طبعا ده اكيد مكلفة مليون في المية يعني. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويا رب يدخل عليكم العام الجديد بالخير والبركة اللهم امين يا رب، اللهم امين. المهم هنا بقول لكم بقى هننضف الجمبري ازاي، وهنشيل الحبل الرملي من الظهر بتاعه كده، ونشيل اي زيادات مش مستحبة يعني. ومن عند الراس الجزء اللي فوق ده نشيله خالص مش الراس كلها، لان الراس طبعا زي ما انتم عارفين ان هي بتبقى فيها الفوسفور كله طبعا يعني. المهم احنا هننضفه كده، وهاخده اغسله كويس جدا على الحوض بتاعي، واجهز كل الخضار بتاعي وارجع لكم تاني. تمام كده حبايبي؟ تمام اهو زي ما انتم شايفين. بصي انا بشيل الجزء اللي من فوق من الراس بس، مش الراس كلها. هنا بقى نضفته زي ما انتم شايفين كده، وقطعت بقى الخضار بتاعي. ده بقدونس على كزبره، تمام. حابه تحط بقدونس بس ماشي، حابه تحط كزبره تمام، اللي انت حباه. وده بتاع حوالي 3 بصلات، انا بحب البصل فيه كتير، بيبقى مسكر، بيبقى طعمه جميل جدا. وعندي قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل عادي. وعندي طماطميتين صغيرين مش كتير، بحبش فيها القوطة كتير. هنسمي الله كده وننزل نجيب الصينية بتاعتنا او الطاجن بتاعنا. عندك طاجن بايركسي ماشي، عندك صينية زي اللي انا عاملاها ماشي، حابة تحطيه في طاجن فخار تمام. هننزل بقى بكمية الجمبري بتاعنا صلى على النبي كده حبايبي. ونسمي الله، وننزل بكمية البصل بتاعنا. حاولي تفركيه كده وتفرغيه من بعض، وما تخليهمش لازقين في بعض. بس كده سهل جدا يعني، يا دوب بتقطعي الخضار بتاعك وتنضفي الجمبري بتاعك. وطريقة السبيط بردك بنفس الطريقة. ونزلنا بشوية من الجزر المبشور، وهننزل بالطماطم بتاعتنا والفلفل وشوية الكزبرة على البقدونس. بس كده زي ما انتوا شايفين كده. اوعوا بقى تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، عشان اكبر بيكم ان شاء الله. وهنا بقى انا كنت عاملة ده توم، وعليه برضك فلفل حراق بملح، بحطه في درج التلاجة او في باب التلاجة عادي يعني. يقعد معايا فترة طويلة، بتاع حوالي اسبوع او 2. بيسهل عليا الموضوع كتير. نزلنا منه، نزلنا بقى بنص معلقة. وهننزل بشوية من الزيت، حوالي مثلا 3-4 معالق زيت. قلب الكلام ده كويس، ونظبط بقى ملحنا والتوابل بتاعتنا. عامة الجمبري ما بيحبش البهارات الكتير والكلام ده كله في السمك عموما يعني. اخره هو السمك كمون، ملح، توم، ليمون، بس مش اكتر من كده. تمام. بس هنقلبه كويس، ونحط شوية من الكمون وشوية من الملح. وقبل ما ادخله على طول، لو انت هتعمليه وتركنيه على جنب، ما تنزليش بكوباية المية بتاعتك. هتدخليه على طول في الفرن، يبقى تنزلي بكوباية مية مغلية، كوباية مية مغلية من الكاتل بتاعك كده، وانزلي بيها. اعصر ليمون بقى، واحاول ان انا اشيل البذر بصوابع ايدي كده. عارفين كان طعمه بجد تحفة، بجد والله كان طعمه رهيب رهيب في حتة تانية كده. الشوربة بتاعته بحبها جدا، حلوة قوي. احلى حاجة الصوص اللي بينزل في الاخر كده فيه احلى من الجمبري نفسه. نزلنا كده بشوية من الكمون، نبهر الكلام بتاعنا ده كله، قلبه كويس. طبعا حطيت الملح وهحط كوباية المية. اوعوا تنسوا كوباية المية، مش هيتحط كده على الناشف.
لو انتوا حابينه يعني بينزل صوص فيه او شوربه ان انتوا تشربوها، فزودوها كوبايه الماء. مش حابين كده كده الخضار هينزل ايه ميه، بس حاجات بسيطه جدا. المهم لفيته بورق سلفان كده اهو، وشغلت عليه الفرن من تحت. اديته غلوه الاول على النار من فوق، على البوتاجاز من فوق، وبعد كده ايه حطيته في الفرن. ما خدش بالظبط معايا يعني، قعد في الفرن حوالي ساعه الا ربع بس كده. وشغلت عليه الشوايه من فوق شويه وخلصوا على كده. وبألف هنا حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو لحد كده، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه، وسامحوني ان البخار غطى على الجمال ده كله. مع الف سلامه، باي باي، مع السلامه.